بداية الدوري المصري نقدر نقول بداية الكوارث التحكيمية اللي كل موسم دايما بنشوفها قدام عينينا، وإيقافات بقى من حكام ومشاكل أندية وانسحابات والجو اللذيذ اللي احنا لسه ندخل عليه. ولكن بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بعيد عن الفوز وبعيد عن ان احنا طبعا كده كده فرحانين كزملكاوية والثلاث نقط وكل الكلام ده كله، ولكن الحمد لله من أوائل الناس اللي بعد المباراة اتكلمت وقلت لك ان في شك كبير جدا في ركله الجزاء الاخيره اللي احرزها عبد الله السعيد وفاز بيها الزمالك بثلاث نقاط. وقلت لك من وجهه نظري انا وحللتها لك وقلت لك ان هي مش ركله جزاء، وان كان في دفعه وتهور كبير جدا من ناصر منسي اللي رفع رجله وخلى لاعب زي نيمار ان هو طبعا يحامي على وشه غصب عنه، بدل ما ياخد واحده في وشه من رجل ناصر منسي والراجل يروح فيها. فدي يا معلم كانت حاجه كده ايه، زي ما تقول ايه، حركه لا اراديه من اللاعب سيد نيمار. وكده كده مفيش اي تعمد خالص انه يمسك الكرة بايده او ان الكرة تيجي في ايده خالص جوه منطقة الجزاء. واتكلمنا برضو عن ركلات الجزاء بتاعة البنك الاهلي. لو نفتكر برضو مع بعض كده ركلتين جزاء، منها بتاعت عواد اللي عواد بخبث كروي كده رمى نفسه وما لمس الكرة خالص، ولكن عرقل اللاعب ياو النور. وياو النور اساسا بعد ما مرقصه الجون فاضي، فمش معقوله يا معلم حط نفسك انت مكانه كمهاجم، مرقصت او خدت كده حارس المرمى والجون فاضي، هتقع وتاخد ركله جزاء او ما تاخدهاش ولا تجيب جون وتخلص؟ لا يا معلم، هتجيب جون وتخلص. فياو النور هو كده كده اتعرقل من عواد بخبث كروي من عواد. حتى عواد بعد ما قام الراجل ما اعترضش وخد انذار بكل هدوء، وقف في الجون وكل دخل الجون وخلصت. فهنا يا معلم الاخطاء التحكيميه لو في ايقاف محمد عادل فهيبقى ايقافه في ركله الجزاء بتاعه الزمالك اللي كانت لينا واللي الزمالك فاز بيها بثلاث نقاط. فهي دي النقطه اللي عامله المشاكل على فكره. وجو بقى الاحتواء والكلام ده هو مش تحت احتواء والله، لان مفيش حكم يعني هيجي يقول لك انا بجامل الزمالك او بجامل الاهلي او الكلام ده كله، رغم ان في مباراه الاهلي في مباريات كتير الاهلي بيتعرض لظلم. نقدر نقول يا عم اخطاء تحكيميه، مش عايزين نقول ظلم بقى ونقول تعمد، لان بعض من جماهير الاهلي او جماهير الاهلي عموما، جمهور الاهلي مش بيحط في دماغه جو المؤامرات والجو ده، الاهلي بينزل يكسب وخلصت. احنا كزمالك بقى بنحط الكلام ده في دماغنا، فانت عشان بتحط انت كزملكاوي وانا كزملكاوي زيك وباجي اقول لك لا احنا بنحط الكلام ده في دماغنا. بس بص يا معلم التحكيم اهو، التحكيم في مباراه زي كده اداك ثلاث نقط على طبق من ذهب وقال لك خد وراك للجزاء وخش يا عبد الله السعيد خد الثلاث نقط. وفي النهايه محمد عادل بيتم ايقافه عشان ركله الجزاء مش ركله جزاء، خلصت. وفي النهايه خلاص يا معلم، خلاص ثلاث نقاط خدتهم، ايقاف محمد عادل. في النهايه بقى بلاش بقى جو المؤامرات اللي احنا عايزين نعيشه من بدري بدري وعاوزين نبرر قرار التحكيم ولازم تطلع تتكلم، ما هي باينه زي وضوح الشمس. وانا عارف وكلنا عارفين لو الكرة دي على ضد الزمالك كان زماننا احنا اللي طلعنا صحنا وطلعنا نتكلم وبص الظلم اللي وقع علينا، لكن طالما في مصلحتنا سكتم بكتم اسكت خالص يا معلم والدنيا ماشيه. كفايه عظمه لحد كده.